الوليد بن المغيرة لما طلبت منه قريش أن يذهب لجدال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب، ولما عاد إلى بنيه وقومه قال أبو جهل: لقد عاد إليكم الوليد بغير الصورة التي ذهب بها. اختلف، ذهب وهو مشتد على رسول الله، وجاء وكأن علامات الإعجاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا الوليد ما وراءك؟ قال: والله إني استمعت لتلاوة محمد، والله ما هو بقول ساحر ولا كاهن ولا كاذب ولا مجنون، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وأن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وأنه يعلو ولا يعلى عليه. يصف هذه الصفات العظيمة للقرآن الكريم، مع أن الله تعالى في منطوق الكتاب فضحه لما نزل قول الله تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. جاء الوليد بن المغيرة إلى أمه فقال لها: يا أماه أصدقيني القول، فقد نزل في قرآنا وأعلم أن محمدا ليس بكاذب، ووصفني بصفات أعرف أنها كلها من صفاتي إلا صفة واحدة. فقرأ لها تلك الآيات: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. قال: عتل بعد ذلك زنيم. أصدقيني القول، وإن لم تصدقيني القول فصلت عنقك هذا بسيفي. فقالت: نعم أيها الوليد، كان أبوك عنينا، بمعنى أنه لا يقوى على النساء وليست له رغبة في النساء، وهو صاحب مال عظيم، فخشيت أن يذهب ماله سدى، فمكنت نفسي من ذاك راعي الغنم، فأنت لست ابن المغيرة، وإنما ابن راعي الغنم. معناه أنه ابن الزنا الوليد بالمغيرة. تصوروا، الله تعالى فضحه وعلم عنه أمام القاصية والداني أن الوليد ابن الزنا، مع ذلك قال عن القرآن الكريم كلام حق، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بشيء، ويدركون شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهم